جرت الثورة المصرية طاقات الحرية والكرامة والمطالبة بعيش كريم للشعب المصري أيا كان مدى المرحلة التي وصل إليها هذا المجتمع في تحقيق أحلامه أو عدم تحقيقها، إلا أن المسألة أكتر أو المسألة بصورة أكبر هي فكرة تفجير طاقات الإبداع داخل المجتمع المصري. تلك الطاقات التي كان منها البعض معطل والبعض ممنوع من الصرف أو ممنوع من التعبير عن ذاته في ظل تحديات سياسية بالتأكيد بتحاول أن تضع أسوار عالية أمام هذه الطاقات. من ضمن هؤلاء أو ممن تعرض للمنع في بعض أعماله فنان هو كاتب وسيناريست وعضو اتحاد الكتاب وناشط ثقافي أيضا، حاصل هذا العام على جائزة أحسن سيناريو في مهرجان يوسف شاهين الثاني للفيلم الروائي. فيلمه القصير فيلم الكمين، هذا الفيلم الذي تم منع عرضه قبل قيام الثورة المصرية قبل 25 يناير، وهو أيضا صاحب مشروع له طبيعة خاصة جدا في اكتشاف نجوم مصريين في أقاليم مصر المختلفة أو أقاليم المحروسة. له أكثر من تجربة إبداعية، كاتب مشاغب وثوري وصاحب قلم له نكهة خاصة جدا في التعبير عن ملامح هذا المجتمع بكل تحدياته السياسية والاجتماعية والثقافية. صاحب أكثر من تجربة، هنحاول نقف عند بعضها، والأهم يعني نفتح أو نحاول أن نقترب من مفاتيح هذه الشخصية الإبداعية. معي ومعكم على الهواء مباشرة الفنان الأستاذ يسري عز الدين. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا، شكرا على التقدمة الجميلة دي. طبعا بكل التحديات مساء الحرية. مساء الحرية طبعا. مساء الثورة، مساء الثورة. عايزين نبدأ بالكمين. اتفضلي. وهو الكمين اللي محطوط للفنان يسري. نعم. هذا الفيلم اللي تم منع عرضه قبل 25 يناير. نعم. إلى أي مدى فكرة المنع بشكل أو بآخر وأحيانا بتكون محرضة عند المبدع فجرت طاقات لم تكن موجودة بداخلك؟ فكرة المنع الحقيقة كتير قوي حصل منع ليا في الفترة عمري. أنا عندي 60 سنة، فتخيل لما أوصل 60 سنة وأنا عمال بتمنع. يعني جيت في فيلم الكمين فعلا ويعني لقيت أن هناك تحدي واضح ما بين كل طاقات الشباب وما بين الداخلية والقطاع الأمني بالذات. فجتني الفكرة أنه ليه ما حدش يقف ويقول، يعني يواجه، يقول كلمة. فبالفعل قدرت أن أنا أكتب فيلم الكمين اللي كان حاطط لي كمين جوايا. الحقيقة الفيلم كان حاطط لي كمين جوايا ان انا لازم اتصرف واخرج واقول كلمة، وده حصل في موضوع مشروعي الابداعي اللي حضرتك اتكلمتي عليه. طيب المنع كان ازاي وازاي تم الافراج عنه بعد 25 يناير، وخاصة انه بيتناول قضية في منتهى الأهمية، والقضية كانت أحد ملامح الثورة المصرية، فكرة علاقة رجل الشارع البسيط بالأمن في مصر طبعا. وإن كان أمن الدولة أيضا على حد يعني طبعا التعبير ده اللي حصل. عندما كتبت الفيلم وقدمته للجهات الرقابية، الجهات الرقابية كالعادة جدا قالوا لي لا ما ينفعش هذا الفيلم للعرض. أو كانت إيه حجة المنع؟ حجة المنع ببساطة شديدة جدا، أنت بتتكلم على الداخلية وبتتكلم على الأمن وما ينفعش. أنت عايز تعرض الفيلم ده اعمل حاجة تانية خالص. ايه هي؟ قالوا لي اكتب تايتل كده على الفيلم من الاول، ان كل ضباط الشرطة والامن العام شرفاء، وان الفيلم ده يعني ده محض انه مصادفة يعني. ما تصدقوش اللي في الفيلم. ما تصدقوش بالظبط ده المعنى، ما تصدقوش اللي في الفيلم. فانا الحقيقة قلت لهم انا مش هكتب الكلام ده، والفيلم ده هصوره. ازاي تصور؟ قلت لازم رقابه من عندنا توافقك عشان تصور. قلت لهم حضرتكم انا هصور الفيلم ده وعلى مسؤوليتي الشخصيه. وصورت الفيلم فعلا؟ وصورت الفيلم. ما كانش في اي عراقيل او منع تسهيلات قدامك وانت بتصور الفيلم؟ يعني ما حاولوش بشكل او باخر ان يبقى في منع في بعض التصاريح او بعض التسهيلات اللي ممكن تساعدك على انجاح التجربه؟ هو حضرتك اللي عاوز حاجه بيعملها بالظبط، المبدع اللي عاوز حاجه بالزيت. بيعملها مهما كانت المعوقات. وده فعلا اللي حصل معايا في فيلم الكمين. طيب يعني في يمكن رؤية خاصة جواك أو في هم كبير بيحمله مجموعة كبيرة من الأحلام، وهي فكرة أدباء الأقاليم وفكرة الاهتمام بالمبدعين في الأقاليم في مدن القناة في شمال سيناء. إلى أي مدى هذا المشروع أخذ مساحة أو حيز في التنفيذ في أجندتك الشخصية؟ هو في الوضع الحالي أخذ كل أجندتي. يعني لم يبقى لي حتى فرصة أن أتعامل مع الناس العاديين، لأنه همي الأول في حياتي دلوقتي الثقافة في مصر. والثقافة في مصر بأمانة تحتضر
عشان نبقى يعني، فإن لم يعني يقوم الأدباء والمثقفين في إحياء هذه الجزئية يبقى مش كويس. فده اللي أنا واخدة مساحة حياتي كلها حاليا المشروع بتاعي. طيب كان في تجارب أو خطوات عديدة حتى قبل قيام الثورة لمحاولة يعني مد جسور الثقة لأدباء الأقاليم. مؤتمر أدباء الأقاليم كان فيه أكتر من احتفالية ثقافية، نعم. ومع ذلك كان فيه دايما إحساس بأن هم من الطبقات المهمشة والمحرومة ثقافيا، هم مش موجودين في قلب العاصمة. نعم. ايه تصور حضرتك ان يحصل، يعني اللي ممكن يحصل او المفترض ان هو يحصل عشان يبقى فيه نوع من توصيل هذا الابداع اللي موجود في اماكن مختلفه من ربوع مصر ولا يصل للقارئ او المتلقي بشكل كبير في قلب العاصمه؟ شوفي حضرتك، يعني في هذه الظروف يجب ان تنطلق من القنوات الثقافيه في مصر يعني حملات لتصوير والتوثيق للمبدعين الموجودين في كل نجوع مصر. مصر جميلة قوي وشعبها شعب راقي ورائع، ومبدعيها كمان هم سر الثورة اللي حصلت حقيقة، لأنه قالوا أن الشعر ثورة وبناء عليه يمكن ده اللي خلاني أنا أستبق الأحداث وأعمل مشروعي اللي أنا يعني أعاكف على تنفيذه الآن حاليا. لازم الجسور تمتد إلى سيناء وإلى الصعيد وإلى كل محافظات وربوع مصر، وننزل زي الكشافين كده ونطلع هذه المواهب المدفونة ونعطيها أمثلة للشباب الموجود. ضروري عشان الشباب يشعر أن هناك قدوة وأن هناك امتداد حقيقي لهم. اعطاء الثقة انك انت الفاعل على الاقل مش المفعول به. بالظبط. طبعا. طيب. طبعا استاذ يسري، يعني تعرضت لمجموعه او سلسله من المنع في مجموعه من ابداعاتك الشخصيه. انا قلت يمكن فيلم الكمين، لكن الحمد لله مؤخرا فاز بجائزه طبعا مهرجان يوسف شاهين ده بعد الثوره. بعد الثوره هنشوف جزء من الفيلم ونرجع تاني، لاني اعتقد ان حيثيات الفوز بهذه الجائزه لها وقفه مع مبدع هذا الفيلم بعد ما نشوف جزء من فيلم الكمين للفنان يسري عز الدين. أنا عايز أعرف أنا هنا ليه؟ عملت إيه حضرتك يعني؟ لون عربيتك ونمرها المصدية. أنا مش فاهم حاجة. نعم. تستعبط يالا. اشتغلنا. من فضلك عاملني باحترام، أنا مش مجرم. أكيد أنتوا مش عارفين أنا مين. هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. هما مين وانت مين؟ هما مين دول؟ أكيد في حاجة غلط. أنتوا أكيد فاكريني حد تاني. انت هتغلطنا ولا يالا؟ احنا بنغلط؟ يظهر عليك هتتعبنا وتتعب نفسك معانا. اتفضل حضرتك، عرفنا انت تبقى مين. حضرتك أنا إنسان محترم. أنا طالب في السياسة واقتصاد. سياسة واقتصاد مرة واحدة؟ يعني المفروض تبقى واجهة البلد. يرضيك برضه واجهة البلد تبقى كده؟ انتوا اللي عملتوا فيها كده. واجهة البلد مشوهة من الجماعات ومرتزقة المظاهرات. أنا مال أنا ومال كل دول؟ أنا عايز أعرف أنا تهمتي إيه؟ وعملت إيه بالظبط؟ لون عربيتك لبن يالا، مش كده؟ أيوه. ونمرها مصدية، صح؟ مش عارف. متلخص بقى يا عربيتك ولا مش عربيتك؟ عربيتي كده؟ طلعوه. هو لون العربية بقى تهمة؟ يعني النمر المصدية بقت قضية أمن دولة، لكن القبض على الأبرياء وتعذيبهم أمر طبيعي. التجبر اللي بيتعاملوا بيه رجالتك مع الناس برضه أمر طبيعي. نعم،
بتقول ايه انا؟ ده انت هتشوف السواد اللي عمر اهلك ما شافوه يا ابن الكلب. انا ابويا مش كلب على فكره، ابويا استاذ جامعي اشرف من مليون واحد زيك، ولعلمك بقى الناس بتكرهكم عشان ظلمكم. يا انت مغلول قوي. هو ده بقى اللي خلاك تفجر عربية السياحة؟ حضرتك افجرها ازاي يعني؟ فيلم الكمين تم منعه من العرض زي ما قلت قبل 25 يناير، وبرغم انه تعرض في اكتر من مسابقه لانه لم يفز باي جائزه قبل الثوره. بعد الثوره فاز ب7 جوائز في مهرجانات مختلفه، منها مهرجان يوسف شاهين للفيلم الروائي، المهرجان الثاني للفيلم الروائي. الفيلم بما يحمله من قسوة وواقع أو جزء كبير من الواقع اللي اتشاف قبل الثورة وأثناء المظاهرات في مصر. نعم. وأثناء المشادات وأثناء المواجهات. إلى أي مدى كان هناك تركيز على يعني خليني أقول جانب إنساني مفقود حتى في العلاقة كان ما بين بعض ضباط أمن الدولة وبين المتظاهرين، وده اللي ظهر حتى زي ما حضرتك يعني مش مجرد بس في الفيلم اللي اتصور قبل الثورة، لكن حتى في أيام المظاهرات وأيام المواجهات الساخنة اللي كانت بين الطرفين. الحقيقة هو دائما يعني في الظروف الشباب عموما يعني لما بيواجهوا مسائل أمنية بيبقوا عندهم حافز كبير قوي قوي انه هذا الحافز الامني او هذا الضابط الامن اللي قدامي اللي بيتعامل معايا في تضاد واضح جدا بينه وبينه، لان مفيش جسر من الثقة يربط ما بين ضابط الامن او ضابط الامن وما بين الشاب، فلازم يحصل هذه العلاقة الطردية بين الاثنين، لان الدولة ما وفرتش نوع الثقافة لضابط الامن، الثقافه اللي تؤهله لأنه هو بالضبط انه يتعامل مع الناس ويتعامل مع الجمهور. فقط هم عاشوا في فتره مبارك وفتره ما قبل الثوره عاشوا في برج عاجي، يظنون ان كل الناس بالنسبه لهم جماعات ارهابيه ومرتزقه مظاهرات، اما هم يعني اصحاب هو نفس التعبير حتى اللي بعد الثوره بيتقال مرتزقه بالضبط، يعني المساله مش او قله مندسه بالتاكيد يا فندم. طيب حيثيات الفوز في مهرجان يوسف شاهين، يعني كانت ايه حيثيات الفوز بجائزه مسابقه يوسف شاهين؟ هو الحقيقه انا يعني ما اقدرش اقول اكتر من انه العدل، يعني حيثيات الفوز العدل. هل هو العدل اللي افتقدته قبل 25 يناير طبعا. مش ليس فقط في فيلم الكمين ولكن في مجموعة من الأعمال هقف عندها برضو، من المنع لوضع الأعمال في العلب دون عرضها، يعني مجموعة كبيرة أو سلسلة من المنع تعرض لها يسري عز الدين. يا سيدتي في حياتي كلها كمبدع أنا لا أهتم بنفسي، أنا أهتم بإبداعاتي. أنا لا أريد أن أكون في دائرة الضوء قدر ما إبداعاتي تكون في دائرة الضوء، لأنها مهمة جدا. سألت أحد شعراء في مدينة قنا وأنا بوثق له في مشروعي الخاص، بقول له يعني ما هي الشهرة؟ قال لي الإبداعات تموت بموت صاحبها إن لم يكن معروفا. فدي خطيرة جدا أن الإبداعات تموت لمجرد أن صاحبها مش معروف. هناك مبدعون كثيرون ولكنهم عندما يسقطون تسقط إبداعاتهم. فهذا الكنز من الإبداعات عايزين نطلعه. أكيد. لك العديد من الأفلام التلفزيونية أيضا التي منعت بقرار أو من التنفيذ بقرار سياسي ومنعها طبعا أمن الدولة بحجة أنها ستثير الغضب، يعني رغم طبعا تحيز وتحمس لجان حتى القراءة أو لجان المشاهدة اللي شافت هذه الأعمال. بالضبط. ده كان تأثيره عليك إيه؟ وهل الأعمال دي يعني بعد فترة شافت النور بالشكل اللي بيليق بقيمة هذا العمل؟ الحقيقة أنا يعني طبعا أثرت عليها تأثير شديد جدا جدا، ولكن في هذه الفترة ما بعد الثورة ما زال حال البلد يعني لم يعتدل، ما زالت البلد في عدم بالضبط في حالة ارتباك وعدم توازن. وانا لا اطالب احد الان انه يطلع هذه الاشياء او هذه افلامي او ابداعاتي للنور، لا مش عاوز دلوقتي. انا عايز حال البلد الاول يستقر، ولكن بعد كده تطالب او ربما الابداع يتجدد، يعني تقيم تجارب اخرى مختلفه يعني بالضبط. لكن ماذا فعلت في هذه الضغوط او الحرمان؟ فجر جوايا أنني يجب أن أغير من تفكيري ومن طريقة تفكيري ومنهجي في الحياة إلى الأفضل، أن القلم لم يعد هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الرأي. بالضبط. والإبداع ليس له حدود بالضبط. يعني أصبحت الصورة. طيب في مجموعة كبيرة يعني مثلا زي فيلم عنترنت،
هذا العمل اللي تم انتاجه او انتاجه التلفزيون في اواخر التسعينيات، وكان من اخراج المرحوم ياسر زاهر بالظبط، وحبس الفيلم يعني ما كانش لم يتم عرضه. ايضا في مجموعه اخرى من الافلام التلفزيونيه اللي منعت زي ما قلت سياسيا وامنيا، زي فيلم المسوخ على سبيل المثال، فيلم عندما لا ينفع الضوء، افلام اخرى زي احلام اللي هو كان انتاج الفنان نور الشريف. ايوه فندم. برضو في روايه ضيف في قفص الاسود. ايوه فندم. يعني هل كل الاعمال ديت كان في حجه منطقيه للمنع، او اتمنعت لمجرد بس انها بتعمل نوع من التحفيز واثاره غضب الناس، ولا مساله هو في شقين حضرتك باي شكل يعني؟ في شقين حضرتك. الفيلم الثالث اللي يجي على هواهم في الفتره ما قبل الثوره يصل الى مرحله الانتاج، ولكن عشان في فيلم تاني من حد تاني اكثر شهره واكثر شلاليه معاهم يمنع الفيلم بتاعي. دي ناحيه. الناحيه الاهم والاخطر وهو الفيلم الذي يتحول الى راي القياده السياسيه، خايفين يعرضوه، زي فيلم المسوخ. بيتكلم عن حاجات كتيرة جدا داخل سينا وأحداث خطيرة جدا داخل سينا. فيلم عندما لا ينفع الضوء برضو بيتكلم على أشياء زي كده. فإذا هم إما خايفين سياسيا، يا إما يوصلوا لمرحلة الفلوس ويبدعوا فيلم آخر أو يطلعوا فيلم آخر. طيب في سؤال بيفرض نفسه، إن عادة المبدع لما بيتعرض لمجموعة كبيرة من القمع أو المنع، مع الوقت بيبقى عنده تدريب نفسي إن إزاي يقدر يوصل رسالته الإبداعية دون حواجز. يعني كتير جدا من سينمائنا المختلفين قدروا ان هم يعملوا افلام كان فيها استقراء وتحريض وتحفيز للناس، منها افلام كان فيها استقراء للثوره المصريه لو جاز لي التعبير طبعا. يعني فهل مع الوقت ما كانش عند المبدع يسري عز الدين فكره ان انا ازاي اقدر اقدم اقول اللي انا عايزه اقوله بالطريقه التي لا تمنع، يعني او فكره التحايل على الواقع اللي مفروض عليك بشكل او باخر؟ هذا الكلام كلام راقي جدا وعظيم اللي حضرتك بتقوليه، لكن يعني قبل ثورة 25 يناير لا ينفع معهم أي شيء. يعني مهما قدمتي حضرتك من إبداعات ملفوفة في ورق السلوفان عشان يقدموا للناس، هم مش موافقين على ده لسبب مهم قوي، لأن فكرة الإنتاج عندهم لها علاقة بالماديات، والماديات لها علاقة بجيوبهم صراحة. ومع يعني ذلك كان في مبدعين بيقدموا على مستوى الكتابة أو السينما، كان في أعمال حتى لو الرقابة بشكل أو بآخر كانت بتلعب دور يعني مش منطقي وبتتوقف على شخص رقيب في بعض الأحيان، لكن مع ذلك كان في بعض الأعمال اللي بتطلع يبقى في حد بتتسرب للمشاهد أو المتلقي. بس يبقى في حد سبورت أو بيساعد في هذا الشيء. يعني لازم أكون أنا عارف حد، والحد ده مهم جدا جدا، ونبتدي نقعد نتفق مع بعض. ما هي برضو أنت يعني على سبيل المثال في السينما لما يكون عمل بيحمل اسم يوسف شاهين خلاص كده كارت، يعني كارت بلانش ممكن يتعرض بشكل اكزاكتلي. يعني انا برضو يعني لو لم يتبنى نور الشريف الأستاذ العظيم الراقي نور الشريف العمل اللي هو عمل احلام وخدوا من ثلاثيه ليه اسمها ايام الخادمه وليالي الاستاذ، وتحمس له جدا جدا وظل معي. شوفي بقى، ما هو فرق ما بين ده وما بين ده ايه؟ يعني نور الشريف يظل بالقنوات الفضائيه، احلام طبعا القنوات الفضائيه طبعا فيلم نور الشريف يظل معي من 10 صباحا لغايه 3 بعد الظهر، نتناقش انا وهو في هذا الرجل الراقي. يا رب يبقى موجود منه عشرات عشان مصر تتحرك لقدام. هو جميل جدا طبعا يبقى فيه دعم طبعا من فنانين، لكن الاجمل ان يكون منظومه المجتمع بكل تفاصيلها بتدعم هذا الابداع. يعني ما استناش نور الشريف او يوسف شاهين او اسماء عديده انها بتدينا هذا الدعم، لكن يكون ده الحراك الطبيعي للابداع اللي ما يعرفش حدود. يعني اكيد يا فندم. لك كتاب تحت الطابع بعنوان على موائد الالهه. هذا الكتاب بيكشف او بتكشف فيه اسرار العهد السابق. نعم. إلى أي مدى يعني استخدامك أو يعني رجوعك للمذكرات اللي كتبتها أو بتحاول ترصد فيها بعض الأحداث وبعض الملامح هتقدر أنك تقدم فيه رؤية مختلفة، وخاصة مع قيام الثورة؟ يعني هل هيحصل نوع من التغيير حتى في الطرح؟ أكيد طبعا. أكيد طبعا. يعني الحقيقة الثورة بمعطياتها الحالية كلها مع بعضها يعني لازم الواحد يراقبها عن كثب، ولا يخرج بإبداعاته الآن، عشان أنا أوثق عن هذه الثورة وأوثق عن فترة ما قبل الثورة واربط الاثنين ببعض. لازم أن أنا أبعد شوية
بمنظاري عن الأحداث، يعني عشان يعني تقدر ده بالنسبه لاحداث الثوره. بالظبط. لكن باعتبار ان هذا الكتاب هو اتكتب يعني للكاتب يسري عز الدين كواحد ايضا من العاملين بنادي العاصمه منذ عام 97، وكنت شاهد على العصر وشاهد على مجموعه من الاحداث السياسيه اللي كانت بتتم طبعا، او الاتفاقات والصفقات اللي كانت بتتم في هذا المكان. ايه ابرز الملامح اللي كانت يعني ممكن تشد او يعني تجذب انتباه القارئ عندما يطلع عليها في كتابك اللي هو على وشك يعني الإصدار إن شاء الله؟ أبرز الملامح في هذا الكتاب البذخ والإسراف الشديد. طبعا البذخ والإسراف نمرة واحد. نمرة اثنين السياسة التي كانت تصدر لنا من الخارج. يعني دي نقطة مهمة جدا. كان يصدر لنا على موائد الآلهة أنواع كثيرة من أنواع السياسة من دول أجنبية إلى الناشطين الموجودين في مصر في التيارات المختلفة على جميع أشكالها، وكانوا يصروا على هذا الشيء. طيب الفنان يسري عز الدين، إيمانك الشديد زي ما قلت بأدباء الأقاليم والمبدعين في أرجاء المحروسة دفعك إنك يبقى عندك مشروع توثيقي أو مشروع لتوثيق تلك الإبداعات. نعم. ايه التحديات اللي امامك حاليا علشان هذا المشروع يرى النور، ليس مجرد بس بالرغبه الشديده والجارفه والطموح اللي جواك في ان يحصل حركه التوثيق، ولكن ايضا التوثيق ده يتحول لشكل مؤسسي يقدر بالفعل يكون عندي مرجعيه لهذا البلد لسنوات طويله قادمه، يقدر توثق طبعا حركات الابداعيه الموجوده في مصر. والله اتمنى ان الامكانيات تتسع يعني لتشمل المشروع ككل. يعني أنا مشروع، أنا ما زلت يعني عندي وحدة تصوير صغيرة، وحدة إضاءة، وحدة صوت، وببتدي أشيلهم على أكتافي وأجوب المحافظات وأجوب المدن. ويعني أنا عاوز المشروع يتبناه أحد السادة المسؤولين في البلد، سواء السيد وزير الثقافة، سواء السيد وزير الإعلام، سواء القائمين على هذا العمل، إن هم ينظروا لهذا المشروع، لأنه قيل عنه أنه مشروع قومي. انك توثقي لكل المبدعين في مصر، ناهيك عن حاجه مهمه جدا. ليس المبدع هو المستفيد يا استاذ هبه في هذه الجزئيه، لا البلد البلد ايضا. عندما انزل الى قريه او نجع او مدينه واوثق لهذا المبدع، يا سلام، تخيلي السعاده على وجوه الناس اللي حواليه. طب تعالى نستشعر لحظات السعادة ديت مع أحد هؤلاء المبدعين اللي تم التصوير معاه بالفعل في هذا المقطع كنوع من توثيق لإنسان في زمان ومكان أبدع فكان ما كان. نشوف جزء. تاهت معايا الأوراق، اشتغلت في يوم سواق، لفتها شارع شارع، لفتها زقاق زقاق، خدتها من مساكن المينا للترعة والجلاء، أدور فيها على المثل والأخلاق. صرخت بأعلى صوتي سواق، أتحدى الظروف، ساعة في المجزر ساعة في عبده معروف، ويشاور بنديرة طويلة من الجامعة لبعد جديلة، ونحب يوريني الويل يلففني في شوارع طريل، ويتكلم كلام غير مفيد، يقول لي شارع بورسعيد، وفي الطريق يغير رأيه يقول الأتوبيس الجديد. وتقابلني ناس مش شطرة تقول لي طلخة مكسيم، طلخة القنطرة، ولو زود مراري يقول طريق بالقاس أو الشهر العقاري. ونحب يكتم أنفاسي في الزحمة يقول لي العباسي، وديني في وقت قياسي. وابقى في مساكن العبور يقول لي الهدى والنور، او تطلع معايا على المرور. وبنفس سيارة الأجرة وصلنا إلى قرية ميت الصارم، حيث ولد وتربى ويعيش شاعر اللحظة محمد حامد. وبعد أن تناولنا واجب الضيافة الجميلة على الطبلية، وهي عبارة عن أكلة سمك شهية، تجولنا معه في قريته ميت الصارم
لنتعرف عليها. أكثر من رائع أنسنة اللحظة الإبداعية اللي بيخرج فيها المبدع ليقول كلماته فيؤرخ أو يوثق هذا الإبداع بمكانه بزمانه ببقعة مهمة جدا في أرجاء المحروسة. ميت الصارم من الدقهلية. نعم. ودي لحظة من اللحظات اللي تم توثيقها. نعم. أنا عارفة أنك قمت بالتصوير والمونتاج والميكساج وحتى الرؤية الإخراجية بالزبط. طبعا لهذه المشاهد. نعم. والسؤال اللي بيفرض نفسه، هل ده عبء إنتاجي عليك ولا بتدور على شركات إنتاجية ممكن أنها تساهم بشكل أو بآخر في إنتاج هذا المشروع؟ أنا أتمنى ألا يعني أجد من يمد يد المساعدة ليس لي ولكن لمبدعي مصر المهمشين. وهذه جزئية مهمة جدا، أن يعني عايز حد أي منشأة مؤسسة يمد إيده ليا عشان ننهض بمبدعي مصر، عشان نحرك المياه الراكدة في الثقافة المصرية. إحنا بنضم صوتنا ليك، لأن بالفعل هذا المشروع أشبه بالمشروعات القومية الحقيقية اللي بتوثق طبعا لمبدعين كثيرين في أرجاء المحروسة ولا نعلم أو نجهل عنهم الكثير. آخر سؤال، مسرحية عاطفة أصيلة، هذه المسرحية اللي أيضا تم منعها لأنها فيها إسقاط سياسي عن سرقة كل ما له قيمة في مجتمعنا. كان اعتراض المخرج على هذه المسرحية لأي أسباب قبل الثورة؟ والله هو مش اعتراض المخرج عشان أكون أمين. هو اعتراض وكيل وزارة الثقافة في هذه اللحظة، لأن أنا مسؤول بالضبط لأن أنا دخلت بالمسرحية ونعملها، فقال لي ده فانتازيا. ده كان مخرج شريف عبد اللطيف. بالضبط يا فندم، الأستاذ شريف عبد اللطيف. وهو الرجل يعني قال لي جملة، قال لي ده فانتازيا، وهذه الفانتازيا الحقيقة ربما إنها لا تقبل من يعني في محيطنا المسرحي، فبالتالي أنا مش هقدر أعملها طبعا، ما بلاد حيلة يعني. لا تعليق، بس الجميل ان برغم كل زي ما قلت سلسله المنع اللي تعرضت ليها كمبدع وفنان، لكن اخرجت للنور العديد من المشاريع اللي اعتقد مش انت بس بتفخر بيها، لكن المصريين كلهم بيفتخروا باي مبدع بيقدر يحاول يحط بصمه او بقعه ضوء في ظلام بيفرض علينا لمحاولة إقصاء دور الثقافة في مجتمعنا المصري. بشكرك شكرا جزيلا لمبدعنا يسري عز الدين، شكرا جزيلا طبعا على هذا اللقاء. مشاهدينا ما زلنا معكم، نعود إليكم بعد قليل والزميلة رشا عبد الرحمن.